الدنيا حر والاطفال كل شويه عايزين حاجه حلوه، فقررت ان انا اعمل لهم القلوب الجميله الرخامي ديت. عايز بس حاجه كده بجد تحفه وفاخر من الاخر من غير ولا نقطه جيلي. معايا هنا كوبايه من الميه، تمام. الكوبايه اللي هعاير بها المقادير هي اللي ماشيه معايا في الفيديو كله. ومعايا هنا سيرب من بتاع الصوص بتاع الفراوله. حطيت كده حوالي 4 معالق ودقت لقيت طعم الفراوله موجود فيها، مفيش مشكله. لو عندك فراوله مفرزاها تقدري في الحاله دي تفرميها وتروحي جايه حاطه عليها بدل الصوص ده. حطيت هنا 3 معالق من السكر ودوبتهم كده، وحطيت لون غذائي احمر ده مصرح بيه من وزاره الصحه، ما نخافش خالص. وحطيت كمان معلقتين من الجيلاتين. تمام كده. هرفعهم على النار وهقلبهم لحد ما يدوبهم خالص والجيلاتين كله يسيح ويبدا الخليط يدخل معايا في الغليان. في المرحله دي هروح جايبه اي علبه عندي، علبه ثلاجه او اي حاجه، واروح جايه حاطه فيها الخليط وهسيبه لحد ما يبرد. واول لما يبرد خالص ويبقى بحراره الغرفه واروح جايه حاطاه في الثلاجه. تمام. هنا معايا بوريه مانجا، قشرت المانجايه وحطيتها هنا في الخلاط وضفت عليها معلقتين من السكر، وحطيتها هنا في قلب الكاسرولة وضفت عليها كمان معلقتين من الجيلاتين ده. انا مش عارفه، انا قلت لكم ان انا جايباه 8 كيلو، كفه معايا كل ال الوصفه كلها. اول لما غليت هنا بعد ما حطيت عليها الجيلاتين رحت جايه صبها برده في القالب بتاعها، هسيبها لما تبرد واحطها في التلاجة. يلا نعمل الطعم اللي بعد كده. حطيت هنا كوبايه من الميه ومعايا دوت كركديه بودر اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض في رمضان. وبتها هنا وحطيت عليها السكر وحطيت عليها كمان كوبايه ميه. ليه؟ لان انا هحتاجها في حاجه تانية، في طعم تاني. تمام. حطيت عليها هنا معلقتين من الجيلاتين وسبتهم لما غليوا كده وساحوا مع بعض. وفي المرحله دي هروح جايه مصفيهم بمصفى، لان في بقايا كده زي ما انتم شايفينها كده من الكركديه. تمام. برضو هسيبه يبرد وبعد كده هحطه في التلاجة. ده اداني اللون الاسمر شويه. تمام. تعالوا بقى في الحبه اللي احنا مبقيينهم هحط فيهم كوبايه نص كوبايه من اللبن، وهضيف عليهم معلقه جيلاتين وهقلبهم. ضفت هنا معلقه جيلاتين عشان انا حاطه نص كوبايه لبن بس، وكنت طبعا النص التاني كان عليه جيلاتين. حطيت هنا صوص من بتاع التوت. تمام. ليه؟ عشان يديني طعم التوت وشكل التوت. تمام. ممكن ما نستغنى عن موضوع الكركديه ده ونعمله بميه عادي زي ما احنا ما عملنا الفراوله قبل كده، بس عشان يديني اللون الداكن ده، لون التوت الازرق زي الفل. هصفيه برده بنفس الطريقه علشان ايه؟ البقايا اللي في الكركديه وفي التوت قطع كده. تمام. هسيبه برده يبرد واحطه في التلاجة. يلا بعد كده بقى نعمل ايه؟ النعناع والليمون. تمام. حطيت كوبايه ميه وحطيت عليها كام عود نعناع كده، وحطيت ليمونه صفيتها كده زي ما انتم شايفين. وهروح جايه حاطه عليها 3-4 معالق كده من السكر ده حسب رغبتكم انتوا، يعني انتوا ممكن تدوقوا عايزه سكر زياده او عايزه سكر اقل، دي حسب رغبتك. وحطيت عليهم كمان معلقه من الجيلاتين، وحطيت لون غذائي معلقتين من الجيلاتين. يا جماعه معلش سامحوني لان انا عندي دور برد ومش قادره اخد نفسي حتى وانا بتكلم. اهو دي المعلقه التانية اللي انا حطيتها بتاعه الجيلاتين، يعني حطيت معلقتين سكر ومعلقه جيلاتين ورجعت حطيت معلقه جيلاتين تانية. تمام. هرفعهم على النار لحد ما يغلوا والجيلاتين برضو يدوم معايا وياخدوا طعم النعناع. وهصفيهم هنا عشان لو في اي ورق نعناع ولا حاجه. بس لقيت العلبه، شوفوا العلبه بتعمل ازاي، لقيت العلبه بتسيح لان العلبه دي مش زي اللي انا كنت عامله فيها، فقلبتهم في علبه تانية. حطيتهم بقى في التلاجة علشان يجمدوا مع بعض، فما خدش مني وقت خالص، ساعتين 2 او ساعتين ونص وكان جمدوا مع بعض ما شاء الله. جبت هنا طبعا 3 كوبايات من اللبن، حطيت عليهم سكر حسب الرغبه، وهنا حطيت عليهم 3 معالق من الجيلاتين زي ما احنا شايفين كده. وكان عندي نص كيس جيلي اناناس، دي الحاجه الوحيده اللي انا حطيت فيها جيلي اناناس بصراحه، عشان كمان يدي طعم للبن. تمام. ما يبقاش اللبن ساده كده بس، كان يديله طعم تحفه بصراحه. نص كيس جيلي اناناس، ورجعت حطيت تاني كوبايه لبن، يعني احنا كده حطينا كوبايتين لبن في المره اللي بعدها. تمام. هنا خلاص كنت رحت اشوف الجيلي، لقيت خلاص تماسك جدا وما خدش مني وقت خالص في التلاجة. هبدا ان انا اقطعه بالشكل دوت لمكعبات لقلوب زي ما انتوا عايزين بقى. شوفوا بسم الله ما شاء الله، يعني متماسك جدا. لو وصلنا لحد هنا بقى ما ننساش نعمل لايك وشير ومتابعه للصفحه، وقولوا لي وصفاتي بتعجبكم ولا لا، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوا الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم. شوفوا بسم الله ما شاء الله ماسك نفسه ازاي، حاجه كده ما شاء الله تحفه. يلا بينا نشوف اللي بعده. دي بتاعه التوت. تمام. هنقطعها برده نفس الطريقه كده لمكعبات. انا هنا سرعت الفيديو شويه عشان بس ما اطولش عليكم. اهوت ما شاء الله، فكره حلوه على فكره. لا خلونا عملنا كل الاطعمه دي. الكيس الجيلي الواحد ب 17 جنيه، كيس الجيلي الواحد. شوفوا بقى عشان تعملي كل الاطعمه دي وتجيبي 5 اكياس جيلي، اضربوهم بقى شوفوا هيبقوا كام.
غير كمان ما هتجيبي اللبن وهتجيبي الجيلاتين اساسي اصلا هيبقى في الوصفه. فده كله طبعا عملناه بدون اي جيلي. تمام. حطيته هنا في قلب القالب اللي انا هفرد فيه الجيلي بتاعي اهوت. ونزلت عليه طبعا لازم الصوص اللي احنا عملناه الابيض دوت اللي هو باللبن والاناناس يكون بارد خالص يا جماعه. لو حطيتوه سخن هيسيح لكم كل الكلام ده مع بعض. تمام. انا طبعا عملت كام قالب من الصغنن ده، ف يعني خليني صريحه معاكم، عبال ما صحيت الصبح لقيتهم فاضيين. مش هكدب عليكم والله. لقيتهم محطوطين فاضيين على السفره قبل ما اخلص تصوير. فبالهنا والشفا طبعا. تمام. فجبت بقى القالب الكبير اهوت، وبدات ان انا اسلك كده الجناب زي ما انتم شايفين، وهقلبه على الصينيه. سهل جدا في القلب، بيتقلب معايا بكل سهوله اهو زي ما احنا شايفين. وهروح جايه مقطعاه لقطع بقى، وهشكله بالاشكال اللي انتم شفتوها في البدايه. حاجه كده بسم الله ما شاء الله تحفه. معايا بقى رسمه القلب كده ورسمه النجمه، هنروح جايين مقطعين يدينا الاشكال دي فرحت الاطفال عندي جدا. عايزه اقول لكم كانوا بيخطفوها من ايديهم. غير الطعم كمان، الطعم عاجبهم جدا وفرحانين بالاشكال وبالقلوب. انا خدت قلب، لا انا خدت نجمه. ويا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم، واسيبكم في رعايه الله وامنه. كانت معاكم ايمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. قلوب، انا خدت قلب، لا انا خدت نجمه. ويا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم، واسيبكم في رعايه الله وامنه. كانت معاكم ايمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.